السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. النهاردة بإذن الله معانا نشيد هيا نقرأ للصف الثاني الابتدائي، بناء على طلب حضراتكم لتقديم دروس سنة تانية ابتدائي. النهاردة معانا معاني مش موجودة في الكتاب الخارجي، ومعانا برضو أسئلة مش موجودة في الكتاب الخارجي، حاجات كلها مهمة جدا مطالب بها الطالب، بالإضافة إلى إن إحنا معانا عائلة الكلمة. تابعونا بإذن الله. أرجو من حضراتكم إن انتوا تكتبوا كل كلمة إحنا بنكتبها. أرجو برضو يا ريت يكون أفضل بالنسبة للتلاميذ وبالنسبة لأولياء الأمور اللي بيتابعوا معانا، يا ريت يتابعوا من شاشة اللابتوب أو من شاشة الكمبيوتر، هيكون افضل بكتير ان هم يقدروا. بالنسبه للتلميذ يكون الشاشه كبيره يقدر ان هو يستوعب اكتر، وفي نفس الوقت بالنسبه لولي الامر او التلميذ برضو يقدر ان هو يكتب كل كلمه. احنا عايزين نكتب كل كلمه عشان بإذن الله نخرج بالاستفادة الكاملة من الدرس إن شاء الله. يعني مكملين معاكم كل دروس المرحلة الابتدائية بإذن الله. لكل اللي بيسأل إزاي يتابع القناة، يتابع الجديد ويتابع كل القديم اللي نازل عن القناة، كل اللي عليه إن هو يدوس أسفل شاشة الفيديو على الزرار المكتوب عليه سبسكرايب، هيقدر يتابع كل جديد ويطلع على المكتبة الكبيرة اللي موجودة على القناة. بالإضافة إنه طبعا لو إذا عجبتكم الحلقة واستفدتم منها، إحنا منتظرين منكم إن انتوا تعملوا لنا لايك للفيديو وشير للحلقة وسبسكرايب للقناة. ولو في أي سؤال عندكم أو في أي استفسار أو حابين إن انتوا تشوفوا درس معين على القناة، سيبوا لنا تعليق أسفل شاشة الفيديو، إن شاء الله هرد عليكم ونقدر نتواصل معاكم ونلبي طلباتكم ونقدم الفيديوهات اللي انتوا عايزينها. النهارده معانا زي ما قلنا نشيد هيا نقرأ. تعالوا نشوف المعاني اللي معانا اللي مش موجودة في الكتاب الخارجي. عندنا كلمة نقرأ بمعنى نتعلم، بمعنى نتعلم. تمام. عندنا كلمة نحو، يا ريت نكتب يا جماعة، بمعنى اتجاه. عندنا كلمة الكرم. الكرم ليه معنيين. المعنى الأول معناه الفضل والإحسان، أو معناه العطاء، يعني تمشي كده وتمشي كده. تمام. طيب ايه كمان معانا من الحاجات الحصرية اللي مش موجودة في الكتاب الخارجي؟ القمة معناها أعلى الشيء، أعلى الشيء. تمام كده معانا. طيب دي المعاني اللي هي اللي زيادة عن الكتاب الخارجي. طبعا احنا بنحفظ المعاني الموجودة في الكتاب الخارجي بالإضافة للمعاني الزيادة اللي احنا بنقدمها لحضراتكم. عكس القمة عكسها القاع، عكسها القاع. دي كانت المعاني اللي مش موجودة في الكتاب الخارجي ومطالب بيها الطالب. الأسئلة بقى اللي جاية مهمة جدا 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 جدا. معانا 7 أسئلة بتتكلم عن النشيد كله، وأسئلة مهمة جدا، وإن شاء الله الامتحانات بتيجي بالصياغة دي، فتابعوا معانا. مهم جدا حضراتكم تكونوا متابعين معانا. أما هيقول أول حاجة لماذا بدأ الشاعر. تعالوا كده نشوف مع بعض الأسئلة ايه، يا ريت نكتب يا جماعة. لماذا بدأ الشاعر ببعض حروف الهجاء؟ ليه بدأ الشاعر ببعض حروف الهجاء؟ تعالوا نشوف ليه. لأنه يحب تلاميذ اللي بيسمعوا فرصة ان انتوا تحفظوا معانا. لأنه يحب القراءة ويشجع عليها. لأنه يحب القراءة ويشجع عليها. طيب بالنسبة للسؤال الثاني بيقول بما توحي كلمة هيا. توحي هنقول بتوحي بإيه يا ترى؟ هنقول بتوحي بالتشجيع على
القراءة، بتوحي بالتشجيع على القراءة. تمام. في حاجة جديدة ان شاء الله مقدمينها لكم. ان شاء الله احنا عملنا موقع للقناة، هنسيب رابط الموقع وروابط صفحات الفيسبوك للقناة في اول تعليق موجود تحت الفيديو. يا ريت تتابعونا على الموقع، هتقدروا تحصلوا على كل جديد، وتقدروا ان انتوا تشاركوا الموقع مع زمايلكم. ولو في اي طلب، وان شاء الله برضو الموقع ده هنرفع عليه امتحانات، وهنرفع عليه مراجعات، فان شاء الله استنونا. يا رب ان شاء الله نقدر نلبي طلباتكم، وتبقى مدرستنا ان شاء الله مدرسة الكترونية متكاملة تغنيكم عن الدروس الخصوصية وعن اي حاجة تانية باذن الله. السؤال الثالث، ماذا يبني الشاعر؟ ماذا يبني الشاعر؟ ماذا يبني الشاعر؟ بيبني ايه الشاعر؟ يبني الشاعر بلاده. يبني الشاعر بلاده. طيب نشوف اللي بعد كده. ما حطوها كده قاعدة في دماغكم، لازم اي نشيد نحفظ اسم الشاعر. ما اسم الشاعر؟ ايه اسم الشاعر؟ لازم يا جماعة نحفظ اسم الشاعر، مهم جدا. احمد اسماعيل. تمام، احمد اسماعيل. طيب بعد كده بيقول لي اين تعلو بلدي؟ اين تعلو بلدي؟ تعلو نحو، طبعا احنا بنقول تعلو بلدي نحو المجد، بس احنا بنكتب اجابات مختصرة هنا علشان وقت حضراتكم. تعلو نحو المجد. طيب السؤال اللي بعديه، بما وصف الشاعر الوطن؟ بما وصف الشاعر الوطن. وصف، هنقول ايه بقى؟ وصف أو وصفه بأنه أرض الكرم وفوق القمم. وفوق القمم. طيب ما الوطن الذي يتحدث عنه الشاعر؟ ما الوطن الذي يتحدث عنه الشاعر؟ طبعا مش يعني السؤال سهل، اللي هو مصر. بدعو حضراتكم مهم جدا 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 تراجعوا. في عندنا سلسلة الأساليب والتراكيب مقدمينها على القناة، مجموعة كاملة من الدروس المهمة جدا لأي طالب في المرحلة الابتدائية. كمان السلسلة القرائية بقى، الاستراتيجيات، شبكة المفردات، وخريطة الكلمات، وشكل فن، والمعاني المتعددة، وكل الكلام ده مقدمينه برضو على سلسلة القرائية. فمهم جدا حضراتكم تطلعوا عليها عشان بإذن الله ما يبقاش فيه أي مشكلة في الأساليب والتراكيب وفي القرائية. دلوقتي هنعمل مع بعض عائلة الكلمة لكلمة تعلو. تعالوا كده نشوف، هنعمل عائلة الكلمة لكلمة تعلو. تعالوا كده نعمل مع بعض عائلة الكلمة. احنا كنا قبل كده قلنا ان عائلة الكلمة الاستراتيجية بتاعتها ان انا بستخدم حروف كلمة انيتو. بستخدم حروف كلمة انيتو. انا هكتب، انا اديني هكتب اهو انيتو تحت عشان تفهموا حضراتكم انا اقصد ايه انيتو. تمام. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عندي من حروف انيتو عندي الت، فهشطب على الت. تمام، وهشطب على الت هنا. بعد كده هنا عندي كلمة علو، هقوم منزلها زي ما هي، ادي علو. طيب بعد كده ادخل الالف مكان الت، هتبقى اعلو. بعد كده ادخل النون مكان العين، هيبقى نعلو، دي نون. بعد كده ادخل اليه مكان الت، هتبقى يعلو. مفيش اسهل من كده. تعالوا نشوف كلمة تانية بالطريقة دي. تقدر تعمل اي كلمة ليها مطلوب منك ان انت تعمل عائلة الكلمة بتاعتها. تمام. طيب تعالوا كلمة نقرأ. نشوف كلمة نقرأ. تعالوا نشوف كلمة نقرأ. هنكتب انيتو، ادي انيتو.
عندنا مين؟ عندنا الت، هنشطب على الت، ادي الت شطبنا عليها. بعد كده عندي هقول قراءة، تمام. طيب وبعدين هنزل الالف هتبقى اقرأ، هنزل الياء هيبقى يقرأ، هنزل النون هتبقى نقرأ. طبعا لما نتمكن اكتر واكتر هنكتب بقى قراءة، نطلع اي كلمة ممكن تشتق من كلمة ايه؟ من الكلمة اللي هو مديها لي. ان شاء الله الدرس الجاي باذن الله معانا مجموعة كبيرة جدا من التحليل المقاطع الصوتية، معانا مجموعة كبيرة برضو، معانا خرائط الكلمات، معانا شبكات المفردات، معانا معاني متعددة وكلمات على نفس الوزن، وما هي الدروس المستفادة من نشيد هيا نقرأ. تابعونا على القناة ان شاء الله. الدروس تقريبا بتنزل بشكل شبه يومي، بنرد على كل التعليقات وبنلبي طلباتكم. ما تنسوش اذا استفدتوا من الحلقة تعملوا لنا لايك وشير ليها، وهتلاقوا كل ان شاء الله هننزل. تشتركوا معانا في الموقع بتاعنا اللي هتلاقوه موجود في اول تعليق تحت الفيديو، ان شاء الله تشتركوا فيه. هنقدم لكم عليه باذن الله كل ما يفيدكم باذن الله من مذكرات ومراجعات، وان شاء الله استنونا. احنا بنأمل ان احنا نفيد حضراتكم ونقدم لكم كل ما هو حصري ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.